3 حاجات بيوفروا عليا وقفة المطبخ. الخضرة من الحاجات اللي بتاخد وقت كبير جدا في التحضير، من اول التنقية ومراحل الغسيل، لان لازم نغسلها كويس جدا عشان ننزل اي طينة فيها، بالذات لو انتي بتحبي تقطعيها قطع صغيرة فبتاخد منك وقت ومجهود. فانا بحب اعمل كمية كبيرة اشيلها عندي في الفريزر، وقت الاحتياج بطلعها استخدمها. بس بتستخدم على الحاجات السخنة فقط، يعني ما ينفعش تطلعيها وتحطيها على السلطة، مش تبقى حلوة خالص وهتنزل المية بتاعتها وتبقى عبارة عن الياف. وتقدري تدخليها في وصفة لو الوصفة نفسها هتتضرب، زي عجينة الطعمية مثلا. تاني حاجة الصلصة، من الحاجات اللي طريقتها بسيطة جدا بس بتاخد مننا وقت ومجهود كبير، فبحب ان انا اجهزها واشيلها عندي في الفريزر. والصلصة دي من الحاجات اللي هي روحي روحي ما اقدرش استغنى عنها. تالت حاجة هو الخضار اللي احنا بنستخدمه في الطبيخ، يعني زي السبانخ، الكوسة، البسلة، الحاجات دي بتاخد مننا وقت ومجهود في تجهيزها، وبالذات لو الخضار عبارة عن ورقيات زي السبانخ بتاخد مراحل كتيرة قوي ان احنا نغسلها عشان نضمن ان هي تكون نظيفة. فافضل حاجة نجيب كمية ونجهزها ونشيلها عندنا في الفريزر، ووقت الاحتياج بنطلع كيس الصلصة الجاهز مع كيس السبانخ الجاهز ونعمل الغدا في منتهى السهولة.